تسيب الوظيفه اللي انت شغال فيها وتفتح لنفسك بيزنس صغير على الجنب عشان تحسن من وضعك المادي وعشان فعليا تعيش عيشه مرتاحه شويه، ولا بلاش تاخد المخاطره دي وخليك مكمل في الوظيفه اللي انت فيها، وهو زي المثل ما بيقول عصفور في اليد خير من 10 على الشجره. وبلاش تاخد المخاطره اللي في الاخر ممكن توصلك انك تخسر كل حاجه، تخسر البيزنس بتاعك وتخسر شغلك. انا عارف ان السؤال ده بيبقى شاغل بال ناس كتيره جدا منكم، وفعليا بتبقى قاعد مع نفسك عمال تفكر طول الوقت بشكل مستمر انا فعليا المفروض اعمل ايه؟ المفروض افضل مكمل في الوظيفه اللي انا فيها بالمنظر ده ولا اسيبها واحاول افتح لي بيزنس على جنب؟ عشان كده في الفيديو ده جاي اجاوب على السؤال ده اجابه مفصله بشكل كبير جدا، عشان فعليا باذن الله لما تخلص الفيديو تبقى عارف انت هتمشي في اي اتجاه من الاثنين، وتبقى انت واخد القرار وانت مرتاح نفسيا. قبل اي حاجه لو انت جديد هنا في القناه فاحب ارحب بيك في قناتي الصغيره الحماسيه، واحب اعرفك الهدف من القناه وهي فكره الديفلوبمنت او التطوير، وهي انك تطور نفسك في جميع مجالات الحياه. فلو انت حد مهتم انك تخلي حياتك احسن او انك تطور من نفسك فاتمنى انك تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو، وما تنساش اكيد تفعل جرس الاشعارات عشان اول ما انزل فيديو جديد ان شاء الله يوصل لك. واكيد لو الفيديو عجبك حاول تشيره للناس، منها الناس تستفيد ومنها القناه بتاعتي تكبر اكتر واكتر. في نقطة هنا مهمة جدا حابب اوضحها قبل ما ابتدي اجاوب عن سؤال الحلقة بتاعتنا النهارده، وهي فكرة ان الفيديو ده مش مناسب للناس كلها. لو انت حد من الناس مبسوط بالوضع اللي انت عايش فيه، مرتاح في الوضع اللي انت واصل له، انت مثلا على سبيل المثال موظف شغال في شركة، ده اقصى طموحك، هو ده اللي انت كنت بتحلم بيه، انت عارف مزايا وعيوب الموظف وعارف مزايا وعيوب البيزنس وعارف وانت عندك المام بشكل كبير جدا بالمواضيع دي، لكن انت في الاخر مبسوط وشايف ان هو ده اكتر حاجة انت بتحلم بيها وده المناسب ليك، مفيش داعي ابدا انك تكمل الفيديو ده. انا بقول لك ما تكملش الفيديو ده، اقفل الفيديو ده وروح شوف لك فيديو تاني مفيد، او روح اعمل اي حاجه تانيه مفيده، وفر الوقت اللي انت هتضيعه في الفيديو ده على حاجه تانيه فعليا هتفيدك. لكن لو انت بقى كده كده عايز تضيع وقت وكده كده قاعد بتضيع وقت فخلاص بقى خليك معايا وكمل الفيديو لعل وعسى تغير دماغك دي. عشان نعرف نجاوب على سؤال الحلقه بتاعتنا النهارده بشكل دقيق فعليا لازم الاول نستعرض مزايا وعيوب كل طرف من الطرفين، يعني لازم نستعرض مزايا وعيوب الوظيفه ونستعرض مزايا وعيوب البيزنس. لو هنتكلم على اول حاجه معانا وهي الوظيفه، فهنبتدي مع بعض دلوقتي نتكلم على مزايا الوظيفه. ايه هي مزايا الوظيفه؟ اول ميزه في الوظيفه واهم ميزه، اول واهم ميزه هي فكره الاطمئنان. الاطمئنان كلنا موظفين وكلنا فاهمين كويس النقطه دي انا اقصد بيها ايه. الاطمئنان بمنتهى البساطه انا بقصد بيها فكره انك انت قاعد مطمن انك هتكمل الشهر وانت عارف تصرف على نفسك، على الاقل انت عارف تكفي اكلك وشربك وايجارك لو مصاريفك الشخصيه. فميزه الوظيفه ان هي بتوصل لنا احساس الاطمئنان او احساس الامان النسبي، انا بسميها امان نسبي. تمام؟ فكره زي ما انا بقولت كده من شويه، فكره انا ضامن يا سيدي باذن الله مهما ايه حصل انا الشهر بتاعي هيعدي. دي اول ميزه في الوظيفه. تاني ميزه معانا هي فكره الاحساس بالذات كده، احساس بالتقدير. الواحد مننا بيبقى شغال في شركه، بالذات لو انت حد حتى متوسط او لو انت above average زي ما بيقولوا، لو انت شغال في شركه بتلاقي الناس اللي حواليك بتقدرك، بتحس ان انت بتعمل حاجه. بتلاقي مثلا لو جه حد صاحبك، حتى مش لازم مديرك في الشغل او مديرتك في الشغل، لو جه حد صاحبك يقول لك والله برافو عليك يا فلان اللي انت عملته، والله كذا، بتحس بقيمتك وانت شغال في وظيفه، بتحس ان انت بتعمل حاجه، حاسس ان الناس اللي حواليك بطريقه او باخرى مقدراك، حاسس ان انت واخد وضعك ايا كان الليفل بتاعك انت ايه. لو انت اقل حاجه برضه واخد وضعك، لو انت في الوسط، لو انت في يعني في السلك الاداري اللي فوق. دايما احنا كلنا في فكره الوظيفه بنحس بفكره تقدير الذات، بتحس بفكره ان انت في ناس حواليك مقدراك. الميزه الثالثه من مزايا الوظيفه هي فكره السوشيال لايف. السوشيال لايف دي انا اقصد بيها ايه؟ فكره ان انت بتحس ان انت بتتفاعل مع المجتمع والمجتمع بيتفاعل معاك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنروح الوظيفه او بنروح الشغل بتاعنا بيبقى عندنا اصدقاء، بيبقى عندنا زمايل، الناس بتقعد تشارك مع بعض حياتها. انت بتقعد مع صديقك مثلا في وقت البريك مع صحابك، بتقعد تتكلم والله حصل لي كذا النهارده، والله عندي مشكله كذا. بتحس انك انسان عايش في المجتمع، ما بتحسش انك عايش لوحدك منفصل عن العالم كله. وطبعا كلنا عارفين الجو الشغل اساسا بالذات الايام دي ويعني والاختلاط الزايد فيه بشكل اوفر جدا. فمثلا لو حد عنده عيد ميلاد ولا حاجه بتلاقي ناس ثانيه يا جماعه عايزين نجمع له، عايزين نعمل له مفاجاه بقى، وعايزين نعمل له بارتي، والجو اللطيف ده هو مش لطيف ابدا بس ايا كان الجو اللذيذ ده. في الاخر انت بتحب الجو ده او مش بتحبه، بتحس في الاخر انك انسان، بتحس انك زي ما قلت في اول انك انسان عايش في المجتمع بتتفاعل معاه والمجتمع بيتفاعل معاك.
الميزه الرابعه معانا هي فكره راحه البال. راحه البال دي انا اقصد بيها ايه؟ اقصد بيها ان الموظف بنسبه كبيره جدا هو باله مرتاح، هو مش حامل هم حاجه. اكيد طبعا كلنا مضغوطين نفسيا وكلنا في بالنا مليون الف نقطه ونقطه بنفكر فيها، بس انا هنا بتكلم من حيث الشغل. الموظف بيخلص ال8 10 ساعات بتوعه بيرجع بيته مش بيفكر في الشغل، هو بيفكر هو هيعمل ايه في حياتي بعد كده. انا هخرج ازور فلان، هخرج اتمشى، هروح مول، هروح سينما، هروح الاستاد، هتفرج على ماتش كوره، هقعد على القهوه مع صحابي. ايا كان اللي انت بتعمله في الاخر انت بالك ده مرتاح، انت مش شاغل بالك بالشغل خالص لحد ما تنام وتصحى الصبح، ولما تروح الصبح تاني هيبتدي بالك تاني يتشغل ال8 10 ساعات بتوعك، وبعد كده تاني يرجع بالك مرتاح. خامس ميزه معانا هي فكره الطموح، هو فكره الامل. ميزه الوظيفه ان هي بتحسسك ان في عندك امل ان انت ممكن تترقى. انا ممكن اترقى، انا ممكن اسيب الشركه اللي انا فيها دي واروح شركه تانية في نفس الفيلد بتاعي، بس شركه بتدي سالري اعلى بكتير، شركه ليها السمعه بتاعتها اقوى بكتير، شركه هتفيدني جدا في السي في بتاعي. بتحس ان انت عايش دايما في امل قدامك، في امل ان اخد مرتب اعلى، في امل اروح مكان احسن، في امل ان اشتغل نفس الشغلانه دي بس في دوله تانية، في يعني ههاجر دوله تانية، فبالتالي هعيش عيشه تانية تماما غير العيشه اللي انا عايشها في البلد اللي انا فيها. فبتلاقي دايما انت نفسك عايش حياتك على امل، دايما عندك امل كده، عندك امل. تمام، دي ميزه الخامسه من مزايا الوظيفه. ودلوقتي هنتكلم في عيوب الوظيفه. عيوب الوظيفه بتتلخص اساسا في عيبين اتنين بس. العيب الاول هو الخوف، احساس الخوف وعدم الامان. احساس الخوف وعدم الامان انك الوظيفه اللي انت فيها دلوقتي انها ما تلاقيهاش بكره، انك تمشي منها، ان يجي صاحب الشغل يقول لك مع السلامه مش عايزك، ان الشركه اللي انت شغال فيها يحصل لها انهيار او تعمل داون سايزنج، فبتضحي ببعض الموظفين اللي عندها، فانت واحد منهم. انت هتمشي، انت عارف كويس، وانا لسه بقول في المزايا ان الوظيفه على الاقل مخلياك مطمن بطريقه او باخرى ان انت مكمل الشهر اللي انت فيه، سواء كان مكمله بالعافيه مكمله وانت مرتاح، بس في الاخر بتكمل الشهر. لو انت جه مصدر الدخل بتاعك بتاع الوظيفه اتقطع مره واحده، هتلاقي نفسك حياتك وقفت، هتلاقي نفسك اتدمرت، وده فعليا كلنا بنعيشه. يعني احنا كلنا عارفين بدل الواحد مليار، وفي ناس مننا عايشوا الوضع ده اوريدي اساسا، ان انت بيجي مره واحده الشغل بيمشيك، او الشغل بيحصل فيه مشكله، او ايا كان السبب، مش مهم عندي السبب ابدا دلوقتي. انا الفكره كلها في المبدا، الكونسبت نفسه. الكونسبت ان انت زي ما قلت في الاول في المزايا ان انت ضامن انك تكمل الشهر، فعلى الناحيه الثانيه عيب قاتل فيها، عيب قاتل ان لو الوظيفه دي راحت منك تلاقي حياتك اتدمرت. وده بيوصلنا لايه؟ بيوصلنا ان انت بتفضل عايش طول الوقت خايف، عايش طول الوقت مش مطمن، وده بيخليك انك عايز تمسك في الوظيفه دي باي حاجه، لان دي الحاجه اللي بتخليك تكمل الشهر. وده اللي بيخلي بعض الناس بتضحي ببعض المبادئ بتاعتها في سبيل انها تفضل محافظه على الوظيفه بتاعتها. وده منتشر جدا طبعا في الخليج بشكل كبير جدا، وبالذات في الخليج بتلاقي الناس اساسا بتركب على بعض، وكلنا عارفين الموضوع ده. الناس بتحاول تاذي بعض، والناس بتحاول يعني تعمل اسفين في بعض عشان خاطر يحافظوا على الوظيفه واللي هو فيها، عشان عارف ان الوظيفه اللي هو فيها دي هي دي كل حاجه بالنسبه له. لو الراجل مشاني انا هتلعبك، انا حياتي كلها هتدربك. فعشان كده احساس الخوف وعدم الامان ده احساس سيء جدا. انت صحيح مطمن انك مكمل الشهر، لكن في نفس الوقت انت طول الوقت طول عمرك عايش خايف، طول عمرك عايش مش مطمن انك اساسا لو حصل اي حاجه والشغل اللي انت فيه ده قال لك باي باي او انت مشيت منه، تلاقي حياتك كلها اتدمرت. تاني عيب من عيوب الوظيفه وهي فكره ان عمرك ما هتوصل اللي انت عايزه. لو انت حد فعليا زي ما قلت في اول الفيديو، والفيديو ده مناسب ليك، انت حد فعليا عندك طموح، انت حد فعليا عايز تعيش حياه مرتاحه، انت حد فعليا عايز تستقل بنفسك، انت حد فعليا مش عايز تبتدي تستمتع بحياتك وانت عندك 60 70 سنه اوريدي اساسا. تستمتع بايه؟ انت خلصت يا باشا خلاص، تستمتع بايه؟ مفيش حاجه اساسا تستمتع بيها، ولا في عندك بال اساسا تستمتع بحاجه. انت عايز تستمتع بشبابك، انت عايز تستمتع بصحتك فعليا، مش هتعرف تستمتع بيها ابدا عن طريق الوظيفه. وانا دلوقتي مش عايز اعقدك ولا عايز اقول لك اي حاجه، بس انا عايزك تحسبها كده. لو انت محتاج تشتري شقه وعربيه، وتشتري شقه لكل عيل من عيالك، لو انت عندك عيلين، لو انت عايز تجيب عيلين وعايز تجوز نفسك، انا عايزك تحسب انت مع نفسك الحاجات دي واقسمهم على المرتب بتاعك. وريني انت امتى هتعرف تشتري شقه، وامتى هتعرف تخلص كل الالتزامات اللي عليك دي. طبعا ناهيك ان بعد الشر كلنا حياتنا بتنتهي اما بسرطان، اما بكذا اما بكذا، هي كل الناس بتنتهي حياتها بكده. فبعد الشر لو حد فينا حصل له حاجه، انت هتعرف تصرف عليه ازاي؟ طب لو حد من الناس اللي انت مسؤول منهم، مراتك، عيالك، باباك، مامتك، لو هم كبار، انت الناس دي مسؤوله منك، الناس دي انت هتعرف تصرف عليهم ازاي؟ مش هتعرف تعمل اي حاجه لما الناس دي تتعب. فمشكله كارثيه في فكره الوظيفه انك مش هتعرف ابدا توصل للي انت عايزه، مش هتعرف ابدا تعيش مرتاح، مش هتعرف ابدا تستمتع بحياتك وانت في سن صغير. ودلوقتي جه الوقت اللي نتكلم فيه على مزايا وعيوب البيزنس. هنتكلم على اول حاجه معانا وهي مزايا البيزنس. اول ميزه من مزايا البيزنس هي فكره احساسك انك مش شغال عند حد، احساسك انك حر.
احساس الاستقلال. الاحساس ده يا جماعه جميل جدا، ربنا اساسا خلقنا احرار، فاحساسك ان انت ما انت شغال تحت رحمه حد، ما انت شغال عند حد النهارده بايده يمشيك ويلعبك لك حياتك، والنهارده بايده يرضى عنك ويخليك عايش مرتاح، الاحساس ده ملوش ثمن. دي اول ميزه معانا. تاني ميزه معانا من مزايا البيزنس ان هو دي الحاجه الوحيده اللي فعليا لو انت قررت تعيش حياه مرتاحه، دي الحاجه الوحيده اللي هتقدر تعيشك حياه مرتاحه. مفيش طريقه تانية هتعيشك حياه مرتاحه غير البيزنس. خليك عارف كده كويس. مستحيل الوظيفه لو انت شغال ايه هتوصلك للي انت عايزه، مستحيل. البيزنس هيوصلك للي انت عايزه. فالبيزنس هي الحاجه الوحيده اللي انت لما بتشتغل فيها انت عارف انا هو ده الطريق، ده الباس واي اللي انا عايز اوصل عن طريقه لحاجه معينه، انا هعرف اوصلها عن طريق البيزنس، مش هقدر اوصلها ابدا عن طريق الوظيفه. دي الميزه الثانيه من مزايا البيزنس. الميزه الثالثه معانا من مزايا البيزنس هي فكره انك بتتعب على حاجتك، مش بتتعب على حاجه غيرك. يعني ايه؟ يعني انت عارف كويس وانت شغال في البيزنس انك لو ما انت يعني بتتعب وبتضيع وقت وبتبذل مجهود وكده، انت بتبذل مجهود على حاجه بتاعتك انت انها تكبر، عكس ان انت بتبذل مجهود على حاجه بتاعت حد تاني، وحد التاني حاجته هي اللي بتكبر، وفي الاخر بيدي لك ملاليم وهو بيكسب من وراك قد كده، بيكسب من وراك قد كده فعليا، وفي الاخر بيرمي لك شويه ملاليم كده. كلنا كده، كل الموظفين كده، لازم تبقى فاهم كده. وانت لما تبقى صاحب بيزنس وهتجيب عندك موظفين هتعمل فيهم نفس الفكره، انت هتكسب من وراهم قد كده وانت هترمي لهم شويه ملاليم. فاحساسك ان انت شغال في حاجه بتاعتك انت بتكبرها بنفسك عشانك انت حاجتك تكبر، مش شغال عمال تكبر في حاجه غيرك وغيرك بيرمي لك شويه ملاليم وهو عمال يكسب من وراك مليارات. فالاحساس ده في حد ذاته لا يوصف. الميزه الرابعه معانا هي فكره ان البيزنس ملوش سقف مرتب معين، ملوش سقف. انت تقدر تكبر البيزنس بتاعك عشان تقدر تكسب منه المبلغ اللي انت عايزه. لو انت شغلت مخك صح تقدر تحاول وتعافر انك تكبر البيزنس بتاعك انه يدخل لك المدخول اللي انت عايزه، عكس تماما الوظيفه. الوظيفه مهما عملت انت هتاخد هو نفس المرتب، والله اتشقلبت لهم في الشركه مشيت على راسك هو نفس المرتب في الاخر. حتى لو رحت دوله ثانيه، الدوله الثانيه ليها سقف مرتبات، الوظيفه ليها سقف. البيزنس ملوش سقف، ملوش سقف. انت وشطارتك، انت وتوفيق ربنا طبعا، انت ومخك، انت وذكائك، انت واصرارك، انت وكل حاجه. دي الميزه الرابعه معانا من مزايا البيزنس. ولو هنتكلم على عيوب البيزنس، فاول عيب معانا من عيوب البيزنس واخطرهم هو فكره المخاطره اللي انت بتاخدها. انت حرفيا في البيزنس انت بتضحي بحاجات كتيره جدا، بتضحي بحاجات كتيره جدا وانت مش عارف ان البيزنس بتاعك ده فعليا يعني هيخذلك ولا لا، هيرفع راسك ولا هيخذلك، انت ما انتش عارف حاجه. فاحساس المخاطره ده مرعب. احساس المخاطره ده اللي هو اول نقطه معانا او اول عيب معانا من عيوب البيزنس، هو ده اللي بينقلنا لتاني عيب من عيوب البيزنس، وهي فكره الضغط النفسي. انت في البيزنس زي ما كنت بقول في الوظيفه انت عندك راحه بال، انت بتخلص شغلك انت خلاص مرتاح البال. في البيزنس انت طول الوقت دماغك مشغوله. لازم تبقى فاهم كده، لازم تبقى عامل حسابك على كده. لازم وانت داخل بيزنس او انت قررت تفتح بيزنس ما تجيش تفكر انك في الاول ايا كان المده دي على حسب طبعا بتختلف، انك بالك ده هيعيش مرتاح. لا، بالك مش هيعيش مرتاح ابدا. انت طول الوقت بالك مشغول. لو انت حد عايز البيزنس بتاعك فعلا ينجح، في البيزنس بتاعك انا ازاي اكبره، انا ازاي اعدل اللي انا بعمله، انا ازاي ايه اقدر اعمله احسن من اللي انا بعمله دلوقتي. فدي مشكله البيزنس. وعشان ادي لكم مثال حلو قوي، زمان كده كان ليا واحد صاحبي كده اول ما اتخرجنا من كليه صيدله كان شغال في صيدليه. احنا طبعا متخرجين من كليه صيدله فاكيد هروح اشتغل في صيدليه. فصاحبي ده كان شغال في صيدليه، فبيقول لي ان صحاب الصيدليه حصل موقف كده، بيقول لي يا يحيى بص، والناس بتقول لي يا يحيى محدش بيقول لي محمد يعني، يا يحيى بص يا يحيى ازاي صحاب الصيدليات الموضوع مختلف عكس ما احنا فاكرين. يعني كلنا طبعا متخرجين يا لو عندي صيدليه، يا لو عندي الصيدليه بتاعتي، لكن الموضوع مختلف تماما. كان قاعد هو صاحبي ده في الصيدليه، دي الحكايه يعني او ده الموقف، ودواء من على الرف وقع على الارض. لما الدواء وقع على الارض هو بيقول صاحب الصيدليه كان قاعد وهو كان شاب صاحب الصيدليه، بيقول والله العظيم صاحب الصيدليه قام جري يلحق علبه الدواء قبل ما تقع ومسكها بالعافيه قبل ما تقع من على الارض. فهو بيقول لي انا بصيت له قلت له ايه يا دكتور الموضوع مش محتاج قوي كده. قال له والله العظيم علبه الدواء لما بشوفها بتقع على الارض انا بحس ان قلبي اللي واقع على الارض، ما بقدرش. لان علبه الدواء دي انا فاهم دي ثمنها كام، انا فاهم دي انا جبتها بخصم كام، انا فاهم دي ليها هي اكسبايري ديت معين لازم الحق ابيعه قبل تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعته، ليها ابعاد ثانيه كتير. فانا علبه الدواء دي انا عايز احافظ عليها باي شكل. لما بتقع انا بحس ان قلبي وقع. انت متخيل؟ طبعا هو بعيدا عن الافوار اللي هو فيها، بس في الاخر انا عايز اوصل لك الكونسبت اللي انا عايز اوصله لك، ان صاحب البيزنس طول الوقت مضغوط نفسيا، طول الوقت باله في البيزنس بتاعه. ولو هنتكلم على عيب تاني من عيوب البيزنس اللي انا بعتبرها من اهم النقط اللي فعليا اي حد بيفكر يفتح بيزنس هيواجهها، هي فكره عدم قبول الناس اللي حواليك فكره البيزنس.
الناس مش هتبقى راضيه عنك كده. هتحس الناس اللي حواليك لو انت عندك ناس قريبه منك كده، تلاقي ناس بتقول لك إيه هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا يا عم، يعني انت الوحيد؟ يعني انا ابويا وامي وجدي وجدتي وعيلتي وحد جد السابع كلنا موظفين، يعني انت بقى الفت اللي هتطلع تعمل نفسك بيزنس يعني؟ هتلاقي ناس كده مش مبسوطه باللي انت بتعمله، هتلاقي ناس مش راضيه، هتحس ان انت طول الوقت عايش في ضغط نفسي ان اللي حواليك مش راضيين عنك. طبعا يعني مش عايز اقول لك بينك وبين نفسك تقول ايه، بس ايا كان انت فاهم قصدي. مالكش دعوه بحد، طز في الناس كلها بدون استثناء، تمام؟ خليني اقولها بالاسلوب المحترم، طز في الناس كلها، تمام؟ بس في الاخر طز في الناس كلها او مش طز في الناس كلها، انت في الاخر عايش في ضغط نفسي طول الوقت ان الناس اللي حواليك مش راضيه عنك. عكس اكيد طبعا لما انت تكون بتعمل حاجه وتلاقي الناس حواليك بتدعمك وتقول لك برافو عليك، ايوه كويس، يلا شد حيلك، انت كذا انت كذا، الموضوع بيختلف تماما. فهتلاقي نفسك انت طول الوقت عايش في ضغط عصبي من كل النواحي. بصوا يا جماعه، الكلام اللي جاي اللي انا هقوله كله ده وجهه نظري الشخصيه البحته في الموضوع. الكلام ده هو ناتج عن خلاصه عدد ساعات طويله جدا، ما بين اتفرجت على فيديوهات كتيره جدا، قريت بشكل غير طبيعي، وقعدت مع نفسي افكر بعمق فوق ما انت تتخيل او فوق ما اي حد فيكم فعليا يتخيل. انا فيهم احسن، الوظيفه ولا البيزنس؟ وايه هو الطريق الصح فيهم؟ خلينا الاول كده نتفق مع بعض ان في ترند طالع منتشر جدا في الزمن ده، فكره كل ما تفتح اي فيديو تتفرج عليه بتلاقي الناس طالعه تقول لك سيبك من المدرسه، سيبك من الجامعه، سيبك اكيد من الوظيفه، وحاول تعمل نفسك بيزنس، لان دي الحاجه اللي هي هتكسبك فلوس، ودي الحاجه اللي هي هتخليك حد غني وتخليك تعيش عيشه مرتاحه، والكلام كله اللي احنا قلناه ده. الترند ده طالع منتشر بشكل فوق الوصف، بشكل زايد جدا، تمام؟ وعشان ادي لك مثال مثلا على حد كده قمه كده يتكلم في الموضوع ده، ايلون ماسك. ايلون ماسك مثلا طلع قال لك كده صراحه في احد اللقاءات، انا سمعه بوداني بيقولها كده، بيقول لك انا بنصح الناس لو انت عندك لو انت عندك المبلغ المالي اللي هيكفيك 6 شهور قدام، هيكفي التزاماتك او هيغطي التزاماتك 6 شهور قدام، ايا كانت طبعا التزاماتك دي بتختلف من فرد لفرد يعني، او من شخص لشخص. فلو انت عندك المبلغ ده، فهو اللي بيقول سيب الوظيفه حالا، سيب الوظيفه اللي انت فيها حالا، وافتح لنفسك بيزنس كده، وحاول تشتغل في البيزنس، ويعني وبالبلدي كده توكل على الله وسيبك من الوظيفه. ده واحد من ضمن الناس، طبعا مش واحد عادي، ده ايلون ماسك اللي هو بيقول كده، تمام؟ خلينا انا اقول لكم وجهه نظري الشخصيه في الموضوع. اول حاجه مش عايزين ننسى اول جمله انا بديت بيها الفيديو قبل ما ابتدي اتكلم في اي حاجه، انك لو انت راضي عن اللي انت عايشه مفيش داعي ابدا انك تخاطر باي حاجه. خلاص انت كده مبسوط يا سيدي، كمل حياتك كده، تمام؟ تاني نقطه بقى، لو انت حد فعليا عايز تعيش حياه احسن، وحد فعليا تواصل للنقطه دي في الفيديو، فانت حد حرفيا عايز تحسن من وضعك، فخليني اقول لك الموضوع باختصار. وجهه نظري الشخصيه في الموضوع واللي انت لازم تعمله حرفيا عشان توصل للي انت عايزه، هي فكره خليك ماسك في الوظيفه اللي انت فيها. لو انت في وظيفه اوريدي وانت شغال فيها، ما تسيبهاش، خليك محافظ عليها، واشتغل فيها بذمه، واشتغل فيها بما يرضي الله، وادي فيها مجهودك، وادي فيها كل حاجه. انت في الاخر بتعامل ربنا قبل ما تكون بتعامل اي بشر. ربنا امرنا ان احنا نتقن العمل بتاعنا، فانت شغال في وظيفه اتقن عملك وادي لها حقها وادي لها وقتها، صح؟ امال انت هتعمل ايه؟ يعني انا جاي اقول لك خليك شغال في الوظيفه وما تسيبش الوظيفه وخلاص؟ لا طبعا انا مؤمن جدا ان الوظيفه دي مش هتوصلك لحاجه، ولا هتوصلنا ولا هتوصل لاي حد حاجه. لو انت فعليا عايز تطور من نفسك، عايز توصل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها، مفيش طريق غير البيزنس. بس ما تسيبش الوظيفه وتروح البيزنس، اوعى تعمل كده. لو انت عندك وظيفه، لو انت ما عندكش وظيفه اوريدي، فخلاص امشي بقى في الطريق اللي انا هقول لك عليه. يعني في الحالتين في كده طريق معين لازم نمشي فيه كلنا مع بعض. لو انت ما مشيتوش مش هتفرق بقى انت ماسك في وظيفه او مش ماسك في وظيفه، هتفشل، تمام؟ والفشل مش عيب، بس هتفشل عشان انت غلطان، مش هتفشل عشان خاطر هي خلاص عادي اللي هي تجارب الحياه وتفشل وتتعلم منها، لا. وده اللي انا جاي اوضحه دلوقتي. ركز معايا قوي كده في الكلام اللي انا هقوله لك ده. يا جماعه لازم تفهم كويس، لازم تفهم ان العقليه بتاعتك دي عقليه موظف يا حبيبي. احنا عقليتنا دي عقليه موظف. عقليه الموظف حاجه، وعقليه البيزنس مان حاجه تانية خالص. لازم تفهم ان انت محتاج تغير المايند سيت بتاعتك، تنقلها من فكره عقليه موظف لعقليه بيزنس مان او عقليه رائد اعمال. ودي عشان تنقلها انت محتاج تقرا كتير جدا، محتاج تتفرج على فيديوهات كتير. انا في القناه بتاعتي متكلم في المواضيع دي كتير، وفي قنوات تانية كتير جدا بتتكلم في المواضيع، في كتب كتيره جدا موجوده على النت فري، اقرا اللي انت عايزه. المهم الهدف انك اول حاجه تغير عقليتك. احنا لو دخلنا وده حصل، يعني انا مش بكلمكم على حاجات وهميه، ده حصل هنا كتير قوي في اسطنبول. ناس بتيجي اسطنبول جايه من بره معاها ملايين، ناس عايشه في الخليج والله العظيم اغنياء جدا، معاهم فلوس كتيره جدا، وناس محترمه جدا، وناس ذكيه جدا،
وبيجوا هنا بيفتحوا مشاريع وبتفشل تماما، مش عشان هو حمار ولا عشان هو غبي ولا عشان هو مش انسان لا لا خالص، عشان هو داخل بالعقليه بتاعه الموظف. عقليه الموظف لما بيخش في حاجه وبتفشل يقول لك لا لا دي كده ما فيهاش اكل عيش، يلا سلام عليكم. عقليه البيزنس مان لما بيخش في حاجه وبتفشل يقول لك ايه المشكله؟ ما انا عارف ان هقع، هقوم تاني واتعلم من اللي انا وقعت فيه عشان ما اقعش تاني، وهيشوف حاجه تاني وهيقع تاني، ومش هيبقى فارق معاه. هيلاقي الناس حواليه، الناس اللي حواليك دول كلهم برضه هم زيك، عقليه العقليه بتاعتهم وعقليه برضه موظف. مش هيفرق معاه كلام الناس، ايه اللي انت عملته ده انت دخلت هنا وفشلت، ايه المشكله؟ المهم عشان بس يبقى الكلام محدد، اول حاجه لازم نعملها او اول حاجه لازم تعملها هي انك تغير عقليتك من فكره عقليه موظف لعقليه رائد اعمال او عقليه بزنس مان. اوكي؟ دي اول حاجه. بعد انت ما عملت الموضوع ده، كل ده وانت ماسك في الوظيفه بتاعتك، كل ده وانت مش سايب الوظيفه بتاعتك. اوكي؟ طيب بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تبتدي تفتح المشروع بتاعك، تبتدي تمشي في التطبيق العملي لفكره البيزنس بتاعك ايا كانت ايه هي، تبتدي تعملها واحده واحده. طبعا انا هنا لازم انوه على نقطه مهمه قوي، انك انت سوري في اللفظ يا جماعه بس يعني بالمصري كده انت هتتنفخ. اوكي؟ مش هخبي بقى ومش هجامل، وانا مش بحب يعني مش بحب ايه اجامل ولا احسن كلامي، لا عادي انا هقولها لك كده زي ما هي. انت هتتنفخ لو انت هتبقى عامل حسابك كده، لو انت داخل في الموضوع انك ترتاح، انت مش هترتاح، انت هتتنفخ، انت هتبقى شغال في الوظيفه، والوظيفه اساسا بتستنزف الواحد تماما. تمام؟ بعد كده انت محتاج انك تقعد تشتغل في البيزنس بتاعك، او قبل كده تصحى بدري وتقعد تشتغل في البيزنس بتاعك، هتلاقي نفسك مش بتنام حرفيا، مش مهم، بس لو انت لازم تتعب عشان توصل للي انت عايزه. انت عشان تمسك في الوظيفه دي انت درست يعني على الاقل اتليست درست 5 سنين جامعه، 4 سنين جامعه. مش عايز تتعب على الحاجه اللي هتعيشك احسن من عيشه الوظيفه وعايز تستقل بحياتك وتعيش حياه كذا وكذا وكذا، لازم تتعب. تمام؟ فلازم تحط في بالك انك هتتنفخ. اوكي؟ هتتنفخ، مش بهزر. فالنقطه هنا اللي انا جاي اكلمك فيها، انك بعد انت ما ابتديت تقرا كتير وابتدت عقليتك تتغير وابتدت دماغك تتفتح، تعمل ايه دلوقتي؟ تبتدي تطبق فكره المشروع بتاعك، تمشي فيه فعلا، تمشي فيه، تحطه على الطريق. على فكره انت عشان تعمل اي مشروع الموضوع محتاج كذا شهر، مفيش حاجه كده عايز تعمل مشروع بتتعمل كده ابدا. فالموضوع هياخد وقت، في الوقت ده كله تبقى انت شغال في الوظيفه بتاعتك، تحاول تظبط ما بين ده وده، تحاول تجيب حد يخلص لك الحاجه الثانيه وتديله مبلغ معين ايا كان. المهم ما تسيبش الوظيفه بتاعتك لحد ما تغير عقليتك، لحد ما تحط المشروع تبتدي فيه، لحد ما المشروع يبتدي يطلع طلعته كده. المشروع ابتدى يطلع طلعته، هتلاقي نفسك انت في وقت معين، انا مستحيل عارف اوفق ما بين ده وما بين البيزنس بتاعي. البيزنس بتاعي ابتدى يطلع، ابتدى فيه علامات خير شويه. لما يبتدي ده يحصل، انا اللي بقول لك ساعتها ده الوقت اللي تقول للشركه بتاعتك السلام عليكم، انا عايز استقل بنفسي. وساعتها حط الفوكس بتاعك وحط كل كده العقليه بتاعتك كلها، وحط كل تركيزك على البيزنس بتاعك وتوكل على الله. وعادي زي ما قلت هتفشل وهتقوم تاني، وده حاجات تانية انت هتتعلمها لما انت اساسا هتغير ايه عقليتك. ودي وجهه نظري الشخصيه، ما تسيبش الشغل، غير عقليتك، ابتدي في المشروع بتاعك، اصبر لحد ما المشروع يبتدي كده يدي بشاير امل، بعد كده قول للوظيفه السلام عليكم. وزي كل مره في اخر كل فيديو، خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. سلام.